عاد المغرد الإماراتي حمد المزروع المقرب من محمد بن زايد لإثارة الجدل مجددا عبر تغريداته التي يتعمد فيها إثارة البلبلة وزرع الفتنة بين شعوب المنطقة. المزروع الذي يصفه ناشطون بأنه لسان بن زايد على تويتر خرج اليوم يغرد ساخرا من مونديال قطر، ما أثار جدلا وشكوكا جديدة حول دوافعه من وراء هذه التغريدة. وكتب حمد المزروعي ما نصه: 15 يوم تفصلنا على التخبط وعدم الخبرة، في إشارة للفترة المتبقية على موعد انطلاق كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر. وأثارت تغريدة حمد المزروعي ردود فعل غاضبة بين العديد من النشطاء العرب الذين اعتبروا هذه التغريدة مسمومة ولها بعد سياسي واقتصادي. وكتب علي السعيدي: التخبط جلب لكم جماهير يحضرون، اكسبوا اللي فشل قبل لا يبدأ، عرفت وين التخبط بالضبط. فيما علقت ناشطة باسم نجوى بالقول: ليتك ساكت بس، 15 يوم بتفصلنا عن الإبداع والتألق، اتفرجوا بس وتعلموا. ودونت الناشطة قطرية تعليقا قالت فيه: من لحظة اختيار قطر لاستضافة البطولة لين اليوم وانت ومعازيبك في حالة ما يعلم بها إلا الله، باقي 15 يوم نعم، ولكن الحسرة والحسد وحرقة القلب ستبقى في قلوبكم للأبد. ولطالما أثار المزروع الكثير من الجدل بتغريداته المسيئة، والتي يؤكد مراقبون أنها عملت على صب الزيت على نار الأزمة الخليجية التي بدأت منذ العام 2017 وتضمنت فرص حصار على قطر. وتؤكد مصادر أنه رغم المحاولات المكثفة من مسؤولين كبار في الإمارات للجم المزروع، فإن بن زايد كان يتدخل في كل مرة لتوفير الدعم للمغرد المثير وإطلاق العنان له أكثر لنشر إساءاته. كما خرجت العديد من الإشاعات التي تحدثت عن استخدام محمد بن زايد معرفات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ليقول عبرها ما لا يستطيع قوله بشخصيته الحقيقية، حتى أن بعض المعارضين الإماراتيين ذكروا في تصريحات لهم قبل سنوات أن بن زايد يستخدم حساب حمد المزروعي ويغرد منه لسب معارضيه والانتقاص منهم بأسلوب متدني. ويشار إلى فترة أن الأزمة الخليجية وحصار قطر شهدت تطاول إماراتي غير مسبوق على شخوص الأسرة الحاكمة بقطر عبر شخصيات إماراتية محسوبة على بن زايد ومقربة منه، أمثال المغرد البذيء حمد المزروعي. ووصل الأمر بالمزروعي آنذاك للخوض في عرض والدة أمير قطر الشيخة موزة المسند بأسلوب قذر وبطريقة فجة لا يمكن أن يفعلها إلا إذا كان مدعوما من رأس الدولة مباشرة. ووقتها انتقد مغردون من أغلب دول الخليج موقف المزروعي، بينما رد بعض الإماراتيين عليه بتدشين هاشتاغ حمد المزروعي لا يمثلنا. وبالرغم من الجدل الذي أثارته تغريدات حمد المزروعي، فلم تحذف وقتها، كما أنها لم تحذف حتى الآن من حسابه الشخصي، مما دفع البعض إلى انتقاد غياب أي رفض رسمي للموقف والذهاب لتبني القيادة هذه الإساءة والموافقة عليها. وسبق وأن سلط موقع العدسة الحقوقي في تقرير مطول له الضوء على المغرد الإماراتي البذيء والمثير للجدل حمد المزروعي، مؤكدا على أنه يحظى بحصانة لدى النظام الحاكم في دولة الإمارات رغم ما يثيره من انتقادات هائلة داخل الدولة وفي محيطها الخليجي، ما يثير تساؤلات دائما عن مكانة هذا الرجل. ويتعمد النظام الحاكم بالإمارات في حملاته الهجومية على الدول والهيئات والأشخاص بحسب التقرير إلى تسخير بعض الأبواق المستأجرة التي تجيد النباح هنا وهناك. وأوضح التقرير أن هذه الأبواق دائما ما تتميز بالانحطاط الأخلاقي والانحلال السلوكي، بالإضافة لبداءة اللسان الذي طالما اعتاد إطلاق الكلمات النابية، بالإضافة إلى الألفاظ الفاحشة دون رادع من دين أو خلق في سبيل تشويه أشخاص بعينهم. ومن أبرز هذه الأبواق السافلة بحسب التقرير هو المغرد الإماراتي المدعو حمد المزروعي، والذي اشتهر عنه بأنه نعل بن زايد الذي توكل إليه أبو ظبي مهامها القذرة والساقطة، مثل الخوض في الأعراض والطعن في الثوابت مستخدمة إياه لغسل بها سوءتها بعدما تلطخت بعار التطبيع والخيانة. ومؤخرا وجد المزروع فرصته في إظهار وقاحته والتفاني في التطبيل لولي نعمته محمد بن زايد بعد اتفاق التطبيع الذي وقعه مع إسرائيل. في سياق متصل، قال رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم أنه بالتزامن مع قرب افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر، فإنه يتذكر بأسف ما قام به البعض خلال السنوات الماضية لمحاولة إفشال هذا الإنجاز القطري الضخم والغير مسبوق بالمنطقة.
وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر قال الشيخ حمد: ونحن مقبلون على حدث مهم هذا الشهر إذ تستضيف بلادي مونديال كرة القدم، فإن المرء يتذكر بأسف ما قام به البعض من حملات مريرة للتشكيك في جاهزية قطر لهذه البطولة العالمية ومحاولة إحباطها تحت ذرائع عديدة. ولفت السياسي القطري البارز إلى أنه رغم عدم اهتمامه بكرة القدم التي يحبها أغلبية الشعب القطري إلا أنه مهتم بالبطولة التي تستضيفها بلاده. وتابع: ومع أن هناك بعض الملاحظات وجوانب النقد لدي ولدى كل وطني غيور، فلا بد أن نعترف أن ما تتحقق من إنجازات لاستضافة البطولة وتنظيمها على أرض بلاد خلال السنوات الماضية وحتى اليوم أهم بكثير من أخطاء وقعت هنا وهناك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الأخطاء يجب أن تؤخذ في الحسبان وتصحح في الحاضر والمستقبل. وشدد حمد بن جاسم على أنه رغم تكالب الكثير من الدول القريبة والبعيدة لمحاولة إفشال بطولة كأس العالم، فمن المهم أن نتفق أن قطر حققت إنجازا مهما وعملا كبيرا يستحق الإشادة، وينبغي على الجميع استخلاص العبر والدروس حسب قوله. رئيس وزراء قطر الأسبق توقع أيضا أن يشن المشككون حملات جديدة في النقد المغرض أثناء البطولة والتقليل من أهمية الإنجاز والتركيز على الأخطاء التي تحصل في أي حدث عالمي، موضحا أنه يجب على القطريين ألا ينساقوا وراء هؤلاء. وأضاف مختتما تغريداته: مع أننا نحن القطريين والمخلصين في العالم العربي نرحب بكل نقد بناء وواقعي. وقبل أيام نفى الشيخ حمد بن جاسم وجود أي حسابات له على مواقع التواصل غير حسابه الرسمي الموثق بتويتر، وجاء ذلك بعد ظهور حسابات مشبوهة تنتحل شخصيته وتغرد باسمه حسب ما كشف المسؤول القطري السابق به. وقال الشيخ حمد بن جاسم أنه لاحظ مؤخرا وجود حسابات تنتحل شخصيته بوضع صورته الشخصية أو اسمه، وأوضح: لاحظت مؤخرا أن هناك حسابات على منصة تويتر تستخدم مسميات قد تشير إلي بصورة غير مباشرة وترفقها مع صورتي. واستطرد الشيخ حمد: وأود التنويه إلى أنه ليس لي أي حساب آخر غير هذا الحساب الرسمي، وليس لي أي صلة بأي حساب رسمي آخر. واختتم رئيس وزراء قطر السابق توضيحه بالتأكيد على أنه ليس من هؤلاء الذين يختبئون تحت أسماء وحسابات منتحلة للتعبير عن آرائهم. هذا التصريح من قبل بن جاسم دفع بالبعض لتأويل تغريدته، وخاصة الجزء الأخير منها الذي يقول فيه: لست أنا ممن يختبئون تحت أسماء وحسابات منتحلة للتعبير عن آرائهم، حيث ذهب البعض بفكرهم بعيدا وزعموا أن الشيخ القطري يلمز رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي محمد بن زايد. وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في 20 نوفمبر الجاري انطلاق أكبر بطولة رياضية في العالم وسط استعدادات غير مسبوقة بتاريخ هذه البطولة التي تنظم لأول مرة في دولة عربية. وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث ستكون هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة بدولة آسيوية بعد نسخة عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر، ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا ضخما بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات. المقرر إقامته على 8 استادات تم تجهيزها لاستضافة العرس العالمي. وطالب الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسرة كرة القدم العالمية بالوقوف متوحدين بصلابة خلف هذا الحدث العالمي المميز. وقال: تعود كأس العالم إلى قارة آسيا بعد غياب طويل استمر 20 عاما، وهي تقام في وقت صعب للغاية حيث أن العالم ما زال يتعافى من آثار الجائحة الخطيرة، بالتالي هناك مشاعر بعدم الثقة لدى البعض نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة. وأضاف: لكن لا يوجد أي رياضة أخرى تمتلك مثل هذه القدرة الرائعة على جمعنا بروح الإيجابية والمتعة والحماس والتفاؤل، ولا يوجد أي بطولة أفضل من كأس العالم من أجل نشر رسالة قوية وجماعية للنوايا الطيبة والسلام في هذه الأوقات الصعبة. وتابع: الجهود الاستثنائية التي تقوم بها دولة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم وبقية الأطراف سوف تضمن أن كأس العالم 2022 في قطر ستحقق نجاحا رائعا وسوف تبقى في الذاكرة خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستهل منتخب قطر المضيف مشوار البطولة بمقابلة الإكوادور في المباراة الافتتاحية يوم 20 نوفمبر على استاد البيت، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.